وجايين نقول وصفه. الوصفه دي لرفع جهاز مناعتنا النفسيه. مستعدين للوصفه؟ الكلام اللي هيتقال ده يا جماعه كلام مهم فعلا. كلام الناس بتيجي في العيادات تاخده في روشتات بتشتغل بيه، بنشوف اثره وبنلمس اثره فعلا على الناس معانا، وبتكون قمه سعادتنا ان الناس بتبقى جايه بقلق، جايه باكتئاب، جايه مش عارفه تعيش. ومع الجلسات بتلاقيها هي نفسها بتقول لي انا بقيت متحكمه، ما عادش بقلق زي الاول. انا فعلا كنت شايفه ان انا عندي مشكله ان انا بماكسمايز المشكلات، بقيت بعرف اتحكم. في برنامج علاجي لرفع المناعه النفسيه في 5 خطوات. الخطوه الاولى هي ربك. الهدف مش كتر العبادات، ولكن الهدف هو وضع الله عز وجل في المعادله. الحياه من غير ما نكون حاطين فيها ربنا في المعادله بتكون صعبه فعلا ومرهقه ومجهده الى اقصى درجه. الخطوه الثانيه في رفع المناعه النفسيه هي قلبك. نظافة قلبك هي أهم حاجة في مشروع نجاحك. نظافة قلبك من الغل والحقد والحسد والدس والفتنة والوقيعة. بعد ما الموقف حصل أقعد ألوم نفسي، وليه أنا قلت، وليه ما قلتش، وليه عملت، وليه سكت. ودي من أكبر الحاجات اللي بتوقعنا، هي لوم النفس وجلد الذات. وليه ما عملتش أحسن من كده، وليه ما ظبطتش الدنيا أفضل من كده. ودي مشكلة اسمها البرفكشنزم أو الكمال، إنك توعدي نفسك كل يوم بالليل قبل ما تنامي إن بكرة هيكون أحسن يوم وأفضل يوم وأجمد يوم، وبكرة أقوم ما أعملش أي حاجة من اللي أنا قلت عليه. الشخصنة، انك بتتخيلي انك المقصوده بكل اللي بيحصل. اللي بيضحكوا هناك بيضحكوا عليا، واللي بيتكلموا هنا بيتكلموا عليا، والموقف ده كان بسببي، وان اللي دخل وما سلمش عليا عشان هو قصد يقل مني. وكل المواقف اللي بتحصل بشخصنها على نفسي، وده بيوقع جدا مناعتنا النفسيه. تحسي بقيمه اللبس اللي بتلبسيه الا لما حد يقول لك الاوتفيت ده جميل قوي. مطلوب تقولي لنفسك كلام مناسب وتقبلي وضعك وشكلك زي ما هو. أقوى بني آدمين هم اللي قرروا يتعافوا نفسيا، يتعافوا من جروحهم القديمة وصدماتهم المؤلمة، واللي قرروا يتعافوا من صورتهم السيئة الذهنية اللي كانوا حاطينها عن نفسهم قبل كده. دايما بنقول في جلسات العلاج النفسي هي للأقوياء فقط، والضعفاء يمتنعون. لأن فعلا يعني عشان تاخدي الخطوة وتحضري علاج نفسي ده احنا علينا 50% وحضرتك عليك 50%، فمش هيعرف ياخد الخطوه دي غير الاقوياء فقط. ربنا يحفظكم وتنعموا جميعا بالصحه النفسيه. سعيده ان كنت معاكم ومتشكره جدا جدا.